خلص عليها بسبب كف ايديها الشمال، والسبب مش هتتخيلوه. ابشع جريمة ممكن تسمعها في حياتك. طلب منها الجواز وقال لها انه مش هيسيبها لحد الممات، لكن في الحقيقة انه كان طمعان في كف ايديها لسبب اغرب من الخيال. وعشان يوصل للي هو عايزه خلص على حبيبة عمره بطريقة مفيش انسان ممكن يتخيلها. الحكاية والتفاصيل ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده، بس خليك معايا ودايما خليك مع صلاح. يلا بينا. قصتنا بتبدأ بعبير، وتحديدا في محافظة القليوبية. عبير كان عندها 22 سنة وكان فاضل لها سنة واحدة بس وتتخرج من الجامعة. عبير كانت من أسرة متدينة ومحافظة، ما بتعملش حاجة في حياتها غير إنها بتصلي وبتقرأ قرآن وتهتم بدراستها. كانت بنت مثالية في كل حاجة وكل الناس بتحبها وبيتقدم لها عرسان كتير ياما، بس هي كانت دايما بترفض لحد ما وصلت تالتة جامعة. جارها محمود اللي كان ساكن معاها في نفس العمارة في الدور التاني راح وقال لها انه معجب بيها وعايز يتقدم لها للجواز، بس عبير رفضت الموضوع كله من اوله. بس محمود ما فقدش الامل وفضل يحاول معاها لمدة 6 شهور كاملين، لحد ما في النهاية رفضت الموضوع نهائي وقالت له انها عمرها ما هتتجوزه ولا هتقبل بواحد زيه. الكلمتين دول خلوا محمود يحس ان كرامته اتهانت وانه لازم يرد اعتباره باي شكل، لانه كان بيعتبر نفسه مش زي اي حد في البلد. واللي ما تعرفوش عن محمود انه كان عامل فيها فتوة المنطقة وبتاع مخدرات وحشيش. فضل محمود مراقب عبير لمدة 2 شهور كاملين، وده طبعا بعد ما رفضته، عشان يعرف مواعيدها وتحركاتها ويستغل اي فرصة ممكن تجيله عشان يرد كرامته. عبير كانت بتخرج من الجامعة الساعة 3 بالظبط، وفي ظرف نص ساعة بتكون وصلت البيت. لكن في يوم من الأيام عبير اتأخرت وما رجعتش البيت. أهلها نزلوا يدوروا عليها في كل مكان ويسألوا عليها كل اللي يعرفوهم، قرايبهم وأصحاب عبير في الكلية. لكن صحاب عبير قالوا إن آخر مرة شافوها كان النهاردة في الجامعة، وعبير مش باين لها أثر، كأن الأرض اتشقت وبلعتها. ودي أول مرة تختفي بالشكل ده. أهل عبير بلغوا الشرطة وعملوا محضر اختفاء، لكن بعد 4 أيام من اختفاء عبير واحد من عمال النظافة لقى كيس أسود مرمي في الزبالة، والكيس ده جواه جثة متقطعة والنص الفوقاني هو اللي موجود منها بس، والأغرب إن كان مقطوع منها كف ايديها الشمال. على طول الشرطه استدعت اهل عبير عشان يتعرفوا على الجثه، والصدمه انها طلعت عبير فعلا. يا ترى مين اللي عمل فيها كده وليه يقطع جسمها بالطريقه البشعه دي؟ وهل في لغز ورا قطع كف الايد الشمال؟ وهنا بدا تحقيق موسع في قضيه عبير، وبشهاده واحده من الجيران اكدت انها شافت عبير في يوم اختفائها وهي داخله العماره. طب معنى كده انها اتقتلت جوه العماره. وهنا على طول الشكوك تروح ناحيه مين؟ محمود جارها اللي كان ساكن معاه في نفس العماره في الدور الثاني، لان الكل كان عارف انه بيطاردها وعايز يتجوزها. حتى اصحاب عبير قالوا لها ان في واحد بيفضل مستنيها بره الجامعه وبيفضل ماشي وراها، ولما سالوها عن الموضوع ده قالت لهم مش حابه تتكلم فيه. وهنا الجهات الامنيه راحت لمحمود بيته عشان تقبض عليه، ولما دخلوا وفتشوا الشقه لقوا المفاجاه، لقوا منشار كهربائي وعليه بواقي دم ولحم. وهنا قالوا له اللي قل على المنشار ده يا حوده. رد عليهم وقال لهم ده واحد صاحبي كان كان جزار، كان محتاجه بس واديتهوله. رد عليهم وقال لهم واحد صاحبي كان جزار كان محتاجه فاديتهوله، لكن الطب الشرعي طابق الدم اللي موجود على المنشار بدم عبير. وفعلا محمود طلع هو الجاني وبقت كل حاجه مؤكده، واعترف انه خلص على عبير عشان خاطر يرد كرامته بعد ما رفضته. لكن ده مش السبب الحقيقي، وده هنعرفه بعدين. واللي محدش يعرفه ان سبب رفض عبير لمحمود انه كان مدمن مخدرات ويعتبر واحد من بلطجيه المنطقه. ازاي يعني واحده بالاخلاق والاحترام ده وعارفه ربنا تتجوز واحد زي ده؟ وانتوا عارفين طبعا الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. وحكى وقال انه استناها ترجع من الجامعه وشدها على الشقه بتاعته واستغل ان اهله مش موجودين وحاول يعتدي عليها، لكنها كانت بتقاومه وتخربشه وتعوره، وفضلت تصرخ وتنادي على امل ان حد يلحقها. وهنا محمود خاف حد يسمعها وتبقى مشكله، وجاب سكينه وفضل يضرب فيها لحد ما ضربها 46 طعنه، كلهم كانوا في رقبتها وفي وشها، واخر حاجه قالتها هي الشهادة. وبعد ما خلص عليها خد جثتها وحطها تحت كنبة في أوضة الضيوف لحد ما يشوف هيعمل فيها ايه وهيخلص منها ازاي. لكن في اللحظة دي أهل محمود وصلوا، أمه وإخواته ال5 دخلوا ولقوا الدم موجود في البيت في كل مكان، لكنهم سطروا على الجريمة ووقفوا جنب ابنهم
ده حتى كمان جابوا المنشار وساعدوه في تقطيع عبير. هو في جبروت كده، وبعد ما خلصوا عليها بدأوا ينزلوها في أكياس سودا في أوقات مختلفة في اليوم عشان محدش من الجيران يلاحظ أي حاجة، وده اللي رصدته كاميرات المراقبة. أمه وأخواته لما تم القبض عليهم قالوا إنهم اضطروا يساعدوه لأنه هددهم إنه هيخلص عليهم. وفعلا المخدرات تعمل أكتر من كده، ممكن تخليك تعمل أي حاجة وفي أي حد، حتى لو وصل لحد القتل. ممكن تخليك تخلص على أقرب الناس ليك عشان خاطر بس تعدل مزاجك. عشان كده أهل محمود ما كانش في إيدهم أي حاجة تانية غير إنهم يساعدوه. لكن بعد ما صدر أمر بدفن عبير واتجمعت بقايا جثتها، اكتشفوا حاجة غريبة، وهي إن دراع عبير الشمال مش موجود وملهوش أي أثر، وحطوا اعتبار إن ممكن يكون كلب أو قطة أخدوه من الزبالة وأكلوه. بس اشمعنى الجزء ده مع إن الأجزاء كلها كانت موجودة؟ بس المفاجأة لما القاتل اعترف وقال إن باع دراع عبير الشمال لواحد من الصحراء، وده مقابل إنه يديله فلوس يروح يشتري بقى مخدرات. طب اشمعنى محمود ده اختار عبير وما اختارش اي بنت تانية؟ لان باختصار اللي حصل ده حصل بسبب ان عبير كانوا بيقولوا عليها انسانة زهرية وعندها ذكاء وشفافية عالية، ده غير انها محترمة وعارفة ربنا وكل اهل البلد شاهدين على ده. عشان كده صفاتها كانت مطلوبة في اعمال السحر، وكف ايديها ممكن يستخدم في اعمال السحر الاسود والاعمال السفلية. وكمان القاتل قبل ما يحبها او يفكر يتقدم لها كف ايديها الشمال كان شاغل كل تفكيره. عشان كده كف ايديها الشمال كان أول جزء يقطعه منها وراح باعه وجاب بيه مخدرات، وتم الحكم عليه بالإعدام. وانت يا اللي بتتفرجي على الفيديو خلي بالك لا يكون حبيبك بيحبك عشان خاطر كف ايديك الشمال. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، واستنوني في فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده. الهدف 100,000 بيكم إن شاء الله. ودايما خليك مع صلاح، أشوفكم على خير.